السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها ونور العيون وضياها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، ازيكم يا أحلى المتابعين؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا رب أشوفكم في أحسن صحة وأحسن حال. النهاردة بقى يوم جديد وفيديو جديد. بس حابة قبل ما أبدأ ندعي لإخواننا الفلسطينيين وغزة، ربنا ينصرهم. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم لا ترفع للظالمين راية ولا تحقق لهم فيهم غاية يا رب، وحرر المسجد الأقصى. هنا بقى عندي نص كيلو جمبري بالحجم ده كده. ده هعمله بقى النهاردة. نعمله مع بعض بطريقة حلوة. بس حابه بقى قبل ما ابدا في الفيديو اقول لحبايبي لو بتشوفيني لاول مره اشتركي معايا في قناتي وفعلي زر الجرس ودوسي على الكل ودوسي على الكل عشان توصلك اشعارات بكل وصفاتي. ولو عجبتك وصفاتي بتجربيها وتقولي لي في التعليقات. وحبايبي المشتركين معايا بحبكم في الله، ربنا يديمكم بنعمه عليا. تابعوا الفيديو للاخر وما تبخلوش عليا باللايك. هنا بقى جبت مقص وأقصقص كده الأرجل بتاع الجمبري وأي حاجة فيه زيادة. هنا بقى في الظهر بيبقى فيه كيس رملي. هجيب بقى الخلة دي كده وهفتح فتحة صغيرة وهسحب منها الكيس الرملي. اهو بيبقى كيس كده اهو. نعمل كمان واحدة كمان. هنا الكيس الرملي اهو رفيع خالص مش باين. نقصقص كل الأرجل دي، الحاجات الزيادة اللي ملهاش لازمة، عشان يبقى الجمبري كده شكله حلو. وفتحة صغيرة في الظهر كده. اسحب الكيس الرملي بالراحة كده. هكمل بقى بقيتهم وارجع لهم. هنا بقى الجمبري اهو بعد ما نضفته طلعت الكيس الرملي منه وشطفته بقى على الحوض كام شطفة كده، وحطيته بقى في المصفى عشان يتصفى. وهنا بقى عندي هعمل له بقى خلطة. الخلطة دي بقى عبارة عن عندي هنا كاري وفلفل اسود، وعندي كمون وكزبرة وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا ومفصصة توم فريش، وعندي فلفل هنا حامي. هنفرمهم بقى كلهم في الكبة بتاعت البصل والثوم.
هنزل بقى هنا كده بالملح. هنا بقى هعصر ليمونتين. هفرم بقى الكلام ده كله وارجع لكم. هنا بقى الجمبري اهو الصفى، وانا عندي الخلطه اهي، هنزل عليه بقى بالخلطه. اتبله بقى في الخلطه وانقعه شويه. هغطيه بقى في كيس كده واسيبه في التلاجة شوية يشرب من الخلطة بتاعته وارجع لكم. هنا بقى الجمبري اتنقع اهو، وجبت هنا حلة حطيت فيها زيت، يسخن بقى الزيت قوي وانزل عليه بالجمبري، بس لما الزيت يسخن قوي، لسه الزيت ما سخنش. كده بقى الزيت سخن، هنزل بقى مجرد بقى ما لونه يتغير تقلبتين كده. وطبعا الجمبري احنا ما بنقدش عليه كتير زي الكبده كده، لان هو لو قدنا عليه كتير يجلد ويبقى طعمه مش حلو. احنا كده كام تقليبه مجرد ما لونه يغير. على نار عاليه. يعني حوالي 7 دقايق.
بالظبط كده. كده خلاص بقى انا طفيت عليه وهو بقى استوى، طعمه بقى وريحته في منتهى الروعه والجمال. هنعمل بقى شويه رز صياديه، تابعوني لاخر الفيديو ما تروحوش في اي حته. وكده بقى طبق الجمبري بتاعنا النهارده برز الصياديه. وكده الفيديو بتاعنا النهارده انتهى، واتمنى لكم مشاهده ممتعه، والى اللقاء في وصفه جديده وفيديو جديد. وتحياتي من قناه، ما تبخلوش عليا بقى باللايك والشير، واتمنى ان انتم تجربوه بطريقتي، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.